السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي، معكم أحمد من قناة بيت العيلة. النهاردة هنعمل مع بعض أقراص القرنبيط أو القرنبيط البانيه. جميل جدا، ولادك هيحبوه بالطريقة ديت، ومغذي جدا طبعا، ووجبة بسيطة نقدر نعملها في أي وقت. يلا بينا مع بعض نعمله. قرنبيط اهوت مسلوق في مية وكمون وملح خفيف، ومتقطع وجاهز ونضيف وتمام التمام. ودي كزبرة او كزبرة خضراء او بقدونس حسب ما بتحبي، 5 بيضات صغيرين او 4 كبار، كوباية دقيق كبيرة، عليها معلقة نشا، وبيكربونات صوديوم رشة خفيفة او بودر، وده ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وشطة هريسة وثوم مفروم فريش، ونص كوبايه لبن. ديت ممكن نستغنى عنها وتبقى نص كوبايه ميه عادي يعني. هنهرسه الاول كويس بالشكل ده بشوكه او بهراس او باي حاجه. هنهرسه كويس ونحاول نخليه يعني يبرد، علشان خاطر لما ننزل بالبيض ما ينفعش يبقى سخن. وهننزل بالمكونات بتاعتي. اول حاجه التوابل بتاعتي، البهارات بتاعتي حسب ما انت بتتبليه بقى، تشطشطيه تحطي عليه توابل براحتك، بس انا بحاول اخلي على قد ما اقدر طعمه باين. بحط الكزبره بتاعتي، والبيض بضربه كده بشويه فلفل وباجي حطاه. البيض ده بقى حسب الكميه، يعني نشوف انت الكميه اللي انت عاملاها، ده مثلا كيلو الا ربع. بنضربهم مع بعض، نمزجهم مع بعض بالشكل ده، وبعدين بنزل بالدقيق. بنزل بقى بالدقيق بتاعي اهوت اللي عليه بيكنج باودر او بيكربونات صوديوم، وعليه معلقه نشا، علشان خاطر ايه يعني يخلوه لي مقرمش كده وقلبه حلو. وبنزل باللبن كده، انا بحط اللبن عشان خاطر يبقى مغذي. عايز تحطي ميه مفيش مشكله، مفيهاش حاجه يعني، بس انا بحاول على قد ما اقدر اخليها وجبه غنيه ومغذيه. وهقلبه كويس، واضيف واحده واحده الدقيق لحد ما اخلص الكميه كلها، لحد ما تحس ان هو اتقل من الكيك، تقيل يعني بالشكل ده، بيعلم كده وتقيل وقوامه كويس. اكون مجهزه الطاسه بتاعتي، وانزل بيه قراص كده بالمعلقه، وبططه كده في الطاسه حسب ما انت عايزه تعمليه قراص انت وذوقك. قراص كبيره قراص صغيره براحتك خالص. طيب نفترض ان في ناس مثلا مش عايزين يقلوا في الزيت، وعايزين مثلا مبيحبوش الحاجه اللي فيها زيت او كده. طبعا هو مش هيشرب زيت معاكي طالما انت عامله تمام وكويس وكده. لو فركش منك في الزيت اعرفي ان هو ناقص دقيق، ولازم تحطي له دقيق وتظبطيها، وبعد كده تحطي تاني، يبتدي ياخد معاكي لون بالشكل ده، وتقلبيه لحد ما يستوي ويبقى مقرمش كده من بره وطري من جوه. طيب انا دلوقتي مش عايزه اقليه في الزيت، هعمل ايه؟ هجيب طاسه احط فيها شويه زيت او صينيه، وادعها كويس، واجي نازله بيه مره واحده زي العجه، وافرده، احط عليه رشه زيت من فوق، وادخله الفرن واقطعه خرط كده. هيبقى جميل جدا برضو وطعمه حلو، وهيأدي نفس الغرض ده لو انت مش عايزاه قراص. انا عملت كده ايه طاستين اهوت. الطاسه التانيه اهيت برضو بنفس الشكل، عشان خاطر ايه اهو بنزل بيها وبطط عليها كده، وبضغط عليها عادي خالص. تمام. الطريقه التانية دي يا جماعه، دي الناس اللي مش بتحب الزيت، دي برضو طريقه ناجحه جدا وطعمها حلو، وبرضو ما فيهاش زيوت كتير، وبتتعمل في الفرن وطريقه سهله لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. وده شكله النهائي معانا. قد ايه طعمه جميل ومقرمش ومن جوه طري، وولادك هيحبوه جدا، ووجبه حلوه وسريعه. ارجو تكون الحلقه عجبتكم، وانتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.